صباحا بالخير مساء متابعيني الكرام. بكلمكم اليوم على ألطاف. ألطاف هذه ما شافت أي لطف في حياتها. كانت فتاة جميلة وجذابة، وكان كل من شافها أعجب بها. تزوجت ألطاف من الأول وعاشت معه حوالي سنتين، وكان عمرها وقتها 20 سنة. طبعا ما اتفقتش، وهو كان إنسان عصبي وطبعه مش ولا بد، وكان دائما ينام كثير ويصحى ضابح ومدري إيش. شافت إنه ما فيش فايدة من الاستمرار معه، فتطلقت. ألطاف كانت تشتغل في إحدى المنظمات الأمريكية، وكانت تستلم فلوس حلوة، وكانت كويسة وطباعها حلوة زي ما قلت لكم. إلا أنه حظها كان يا لطيف، ما لش علاقة باللطف. بعدين تعرفت على واحد ولد كويس، على أساس إنه كويس، وحبيته طبعا، وقالت خلاص أنا بتجوزه. وفعلا راحت واتجوزته. وبعدين وطبعا الثاني أول شي كان معها يا سلام سلم، وبعد كده تحول إلى شخص غير اللي كانت تتوقعه. ألطاف جلست معه طبعا أقل من سنة، وطلبت الطلاق، وهكذا إلى أن استمرت بهذا الحال إلى أن تزوجت آخر واحد، وهو اسمه ملاطف. فقالت هذا شبه من اسمي كثير، شكلي برتاح معه. وطبعا أول ما تزوجته قال لها أنا متزوج طبعا ومعايا 5 أولاد. فكرت قالت مش مشكلة، كمان بيخلف، وأنا نفسي إني أخلف. تزوجته ملاطف، وكان إنسان يعني ما بيشتغلش، وكان يحب الواحدة تساعده وتصرف عليه زي ما قالت المرة الأولى. قالت الحمد لله افتكت ملاطف، دحين خليه يتزوج الثانية ويجلس معها وتصرف عليه. كان حياته كله مصلحة. إلى أن جاء يوم وقالت له ألطاف يا ملاطف، أنا الآن محتاجة إني أخلف، عمري الآن 27 سنة ونفسي بولد، تزوجت 4 ما خلش منهم. فقال أنا ما فيش عندي أي مشاكل، روحوا شوفي إيش المشكلة وأنا مستعد. طبعا فرحت، وكانت تجيب له مصاريف وتجيب له كل شيء. إلى أن راحت عند الدكتورة وقالت لها أنا نفسي أخلف. قالت خلاص، جيب عينة من دمك ونشوف إيش المشاكل اللي فيكي. جيب عينة من جوزك. قالت جوزك تمام وين يخلف، بس انت عندك مشاكل شوية بالرحم، يجب انك تستخدمي علاج معين. استخدمت علاج معين لمدة 2 أو 3 أشهر بالكثير، وشاف انه الرحم حقها يحتاج الى دعم اكثر، ويحتاج الى حقن مجهري. هذا الحقن المجهري صعب انها تحمل حمل طبيعي، محتاج مبلغ كبير. فكانت بتقصر شوية مع ملاطف في المصاريف، شوية تجيب له فلوس شوية ما تجيبش. هي حبت يكون مبلغ معين عشان تصلح العملية المجهر، هل هو بحدود حوالي 3 مليون يمني. بهذا الحدود ملاطف ما عجبوش الخبر، بدأ يتقلب عليها ويتغير عليها، وبدأ يمد يده عليها أنه مش راضية تصرف عليه. وكانت هي مسكينة أوي وطيبة أوي أوي أوي، باليمني قوي قوي قوي. بعد فترة قالت له إيش رأيك نروح نعمل العملية. هو طبعا في نفسيته ما كانش يخلف، لأنه قد معه أولاد وقد معه بنات وقد ضابح منهم وما يصرف عليهم، ومرمين عند الأولى ومش يخلف. بس ضحك على ألطف عشان تمشي حاله. جلست معه حوالي سنتين على هذا الحال، إلى أن زعلت منه، شافت إنه كذاب وإنه بيلعب عليها، إنه مش حخلفه. فقالت يا أما نخلف يا أما تطلقني. طبعا شاف انه صعب انه يخلف منها، وصعب انه يطلقها في نفس الوقت. وعارف انه معاها فلوس في البيت مخبية، بس مش عارفة مخبية الفلوس. فعلا بدأ يدور يدور يدور، لما حصلها تحت البلاطة. فتح البلاطة اللي بالأرض ومفتوح فتحة بسيطة على خشبة، وعود حوالي يمكن 4 مليون ريال. أنا زي ما قلت لكم تشتغل في منظمة وقاعدة توفر الفلوس علشان تستطيع تعمل نفسها حقل مجهري. فكر ايش ممكن يعمل. طبعا كان هو بعيد من الله سبحانه وتعالى، لا كان يصلي ولا كان يذكر الله، الا كل حياته اكل وشرب وتخزين وحركات من هذه الاشياء اللي انتم تعرفوها. لا يوم فكر ايش يعمل، خذوا تخلص منها وطبحت منها ظلني اقتلها. وفعلا دخل البيت في الفجر، وراح بز ماء اسيت احنا او مية نار، ورشها رش برته. هذه المسكينة الطيبة الخدومة اللي بتنفعه، ورشها بمية النار. وفعلا البنت انتهت تماما. طبعا هو كان خايف انها تكون عايشة وتطلع مشوطة، يعني عايشة عادي عنده، بس خايف انها تكون عايشة. قام بز السكين وذبحها، وكمان عشان يتأكد قام حرق المكان اللي كانت فيه.
سمعوا الناس شموا الدخان وكذا، بلغوا على طول. أجت الشرطة، جاءوا البيت قد شبه حارقة، وجاءوا حصلوا ألطاف حارقة. سألوه مع مين من السبب، فقالوا هي دائما هي وزوجها في صياح. جلس مختفي حوالي 3 أشهر إلى أن مسكته الأمن، الشرطة الأمن، وبعدين قاموا بالتحقيق معه. قال أيوة أنا كنت مش عايزة أخلف منها، وهي كانت تتطلق، كان معها فلوس، ففكرت إن أنا أسرقها وأتخلص منها، وفعلا قضيت عليها وانتم شفتم كيف الجثة. والآن هو بالتحقيقات، وسيتم إن شاء الله اتخاذ أقصى العقوبة معه. يا لطيف، فعلا 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 ألطف هذه ما شافت اللطف. ربي يعوضها بالآخرة إن شاء الله. إذا عجبك قصة ألطف اعمل لايك، وشارك في قناتي حكاياتك مع شيرين.